استعدوا المعلومة ممكن تغير مفهومكم عن الحروب. تخيل قنبلة مش نووية ولكن تقدر تمسح مدن بأكملها بدون أي إشعاع. السلاح ده مش مجرد خيال علمي، دي فعلا حقيقة، وبيتم استخدامه في الجيوش الكبيرة زي جيش أمريكا وجيش مصر طبعا. فيا ترى بقى ايه هو سر القوة الرهيبة دي، وليه السلاح ده مرعب لكل الأعداء؟ تابع معايا الفيديو للنهاية علشان تعرف الحقيقة كاملة. القنبلة المسماة بأم القنابل أكبر قنبلة حرارية اخترعها الإنسان. القنبلة دي فعلا قادرة على مسح مدن كاملة من على وش الأرض. قدرتها التفجيرية بتوصل لحوالي 50 طن من مادة TNT شديدة الانفجار، وبتدمر أي شيء في محيطها وبتحوله لأنقاض وهياكل، وبتسيب تأثير شبيه بالقنابل النووية اللي بتمتلكها الدول الكبرى زي روسيا وأمريكا. وللمعلومة مصر كمان عندها القنبلة دي، لأن صدام حسين أجبر إيران وسلم أسرار القنبلة دي لمصر علشان تعرف بعد كده باسم أم القنابل. وعلشان تعرف أكتر عن إنتاج القنبلة دي في مصر، فأم القنابل تم تصنيعها في مصر في أواخر الثمانينات، وتم تطويرها عن طريق خبراء عراقيين ومصريين مع بعض، واتسمت بقنبلة النصر 9000 الفراغية. القنبلة دي بتنتج في مصر بفئات وأوزان مختلفة، وبتعتبر أقوى قنبلة موجودة في سلاح الجو المصري، وكمان واحد من أهم الأسلحة الاستراتيجية اللي بتمتلكها القوات المسلحة المصرية. مصر اختبرت القنبلة الفراغية نصر 9000 في مناورات بدر 69، وسببت موجة انفجارية ضخمة لدرجة ان الناس في كل المحافظات سمعوا الانفجار ده. ووقتها الجيش المصري طلع بيان رسمي وقال ان الصوت الهائل ده نتيجة اختبارات عسكرية ومفيش داعي للقلق بالنسبة للمواطنين. بس عايزك تتخيل بقى لو حصل انفجار اقوى من ده ب9 مرات بسبب استخدام قنبلة نصر 9000. ولو عايز تعرف أكتر عن قوة التدمير الشاملة، فالقنبلة الفراغية نصر 9000 عندها قوة تدميرية تعادل قوة القنابل النووية ولكن بدون إشعاع، والمقصود من غير إشعاع نووي أو غبار ذري. وزن القنبلة دي بيوصل ل9 طن، وبتحتوي على مواد كيميائية بتبقى شديدة التفاعل وبتختلط بالهواء، ولما عملية الخلط دي بتتم بيحصل اشتعال بسبب الأكسجين الموجود في الجو المحيط، وده بيسيب انفجار رهيب جدا بموجة ضغط بتوصل ل 120 كيلومتر في الدقيقة، وبكده بيتم سحب الأكسجين فجأة من منطقة الانفجار، وبيخلي أي حد موجود في المكان ده بيموت على طول بسبب نقص الأكسجين الموجود في المكان ده وموجة الحرارة اللي بتبقى عالية جدا. أما بقى لو عايز تعرف أكتر عن استخدامات القنبلة دي، فقنبلة نصر 9000 فعالة في المناطق المغلقة والمناطق المفتوحة، وبتشتغل في الكهوف والمناطق الجبلية والتحصينات تحت الأرض والمخازن والأنفاق، وبتقدر تمسح أي حاجة من المكان زي أفراد، أشجار، مباني، وتحولها في تراب في ثانية واحدة. أم القنابل مش قنبلة نووية ولكنها قوية جدا، وبتعتبر سلاح رادع استراتيجي قادر على مسح مدن ومحافظات بأكملها من على الخريطة في العالم، زي القنابل النووية بس بدون إشعاع. والقنبلة الفراغية بتدمر الهدف من كل الاتجاهات مش بس من الجهة المقابلة، وبتنتج حرارة بتوصل ل 3000 درجة مئوية، يعني ضعف الحرارة اللي بتنتجها القنابل العادية. كمان بتسحب الأكسجين من مكان الانفجار وبتسبب موجة ارتدادية، وأي حد هينجو من الحرارة العالية هيموت بسبب انفجار أعضائه الداخلية زي الرئة والقلب والمخ والكبد والطحال، وحتى العين نفسها ممكن تنفجر. ولو عايز تعرف اكتر عن مواصفات القنبلة دي، فوزن القنبلة دي بيبدأ من وزن 250 كيلو جرام لحد 9000 كيلو جرام، وبيتم استخدامها في قذائف المدفعية وكمان رؤوس الصواريخ، وكمان بتستخدم في الصواريخ الباليستية، يعني وزنها كده قريب من وزن طائرة F-16، وطولها حوالي 9 متر وقطرها حوالي 1 متر، وبتعتبر أكبر قنبلة في التاريخ، وتم تطويرها بحيث إنها بقت بتتوجه بالأقمار الصناعية، وكمان بيتم إسقاطها من طائرات النقل العسكري زي طائرات C-130 أو من قاذفات القنابل الاستراتيجية، وبتنزل الأول بالباراشوت وبعد ثواني بتتخلص منه وبتنزل على الهدف بسبب تأثير الجاذبية. وأمريكا استخدمت أم القنابل أو القنبلة الفراغية في حربها مع أفغانستان، واستخدمتها قبل ما تخرج من هناك على طول علشان تتخلص من قيادات القاعدة وحركة طالبان، واللي كانوا مستخبيين في الكهوف الجبلية وقتها
في المكان ده. القنبلة الأمريكية اللي استخدموها ساعتها كان وزنها حوالي 8 طن، والانفجار بتاعها كان قوي لدرجة إنه سبب زلزال في وقتها ضرب أفغانستان والحدود المجاورة ليها، وغطت سحب الدخان الكثيفة ساعتها مناطق كبيرة جدا. وكل القنوات الإخبارية وقتها اتكلمت عن القنبلة دي اللي هي شديدة الانفجار، وإن قوتها التدميرية كانت عالية جدا، وإنها كانت جحيم على الأعداء وسلاح رهيب في ايد اللي بيمتلكها. فعلشان كده عايزك تعرف ان القنابل مش سلاح عادي، هي بتعتبر رسالة لأي حد بيفكر يقرب، لأن السلاح ده فعلا بيغير كل قواعد الحروب، وبيخلينا نسأل سؤال: هل فعلا القنابل الفراغية هتكون بديل للقنابل النووية، خاصة لأنها مش بتسبب إشعاع؟ قولوا لي رأيكم في التعليقات. وبس كده نكون خلصنا. دعمك ليا لايك وشير واشترك في القناة، وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت واستنى الفيديوهات اللي جاية. وبس كده، سلام.